الدهب هيوصل ل 6000 دولار بس بشرط واحد. ايه هو وده هيحصل امتى؟ خلينا نشوف. جي بي مورجان قالوا توقع صدم ناس كتير جدا، بيقولوا ان الذهب ممكن يوصل 6000 دولار للأونصة الواحدة، والكلام ده على سنة 2029، يعني تقريبا زيادة 80% عن سعر دلوقتي. بس ده مش هيحصل كده وخلاص، في شرط. لو جبنا الناس اللي بتشتري السندات الأمريكية وقلنا إن 0.5% منهم أو نص في المية يعني منهم هيشتروا ذهب كل سنة، ده لوحده كفيل إنه يرفع أسعار الذهب لمستويات خرافية، والسوق دلوقتي مش مستعد لأي طلب زيادة على الذهب. فأي حركة بسيطة من المستثمرين اتجاه الذهب ولو كانت نسبتهم نص في المية زي ما قلنا قبل كده، دي هتعمل تقريبا 274 مليار دولار، ولو ده كمل لمدة 4 سنين يعني تقريبا 2500 طن من الذهب، وده كفيل ان يخلي الذهب يعمل ارقام خزعبلية. زود على ده ان كل البنوك المركزية تقريبا دلوقتي بتتهافت على شراء الذهب، ده غير الصين وروسيا والقصة اللي هم بيعملوها. كل ده بيزود الطلب عالميا على الذهب، وبالتالي المتوقع ان اسعاره هتزيد وجامد جدا. عشان هيجي لنا واحد دلوقتي يقول لك ده السعر في مصر عمال يقل ووصلنا 4500 ومش عارفين هنروح فين. عادي، الذهب لازم يقل عشان يوصل ارقام معينة ويطلع منها بعد كده، وده احسن وقت تلحق تمسك فيه سعر في الذهب بعد ما يكون ال 4000 ده رقم كام. وعلى فكرة ده ما كانش التوقع الوحيد، ان هم قالوا ان الذهب ممكن يوصل في البورصة العالمية ل 3675، وانه بنسبة كبيرة هيعدي ال 4000 دولار على نص السنة الجاية. وبس كده، قولوا لنا انتوا بقى تتوقعوا الذهب هيوصل لكام اخر السنة؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.